واخيرا سيرم احلامي والغسول كمان نقدر نقوله بتاع احلامي. انارة فورية، اشراقة فورية زي ما بيقولوا. ده اللي هقوله لكم وهقول لكم رأيي فيه بمنتهى الصراحة، وهقول لكم كمان سعره عامل كام وازاي هنستخدموه والفوائد بتاعته والمكونات بتاعته. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. معلش بقى هتلاقوا نبرة صوتي متغيرة شوية، اكيد انتوا حاسين يعني البرد عامل فيا اعمال فظيعة، وبقالي اسبوع عايزة اصور لكم، مش عارفة بسبب البرد بصراحة، اخده دور برد محترم يعني. طبعا في الاول حابه ان انا اقول لكم ما تنسوش ندعوا لاخواتنا في فلسطين. دي كل مره هتبقى في بدايه الفيديو بتاعي هقولها لكم علشان كلنا نفتكر ان احنا ندعو لهم في كل وقت، ربنا ينصرهم يا رب. عايزه اقول لكم بقى النهارده انا جبت كده هعمل لكم ريفيو عن سيرم، يعني سيرم احلامي بصراحه، سيرم تحفه تحفه تحفه. يعني عايزه اقول لكم انا استخدمته مرتين بس ولقيت منه نتيجه فظيعه فظيعه فظيعه، اللي هو السيرم بزلاين اللي هو الجديد الازرق. عايزه اقول لكم سيرم بزلاين دوت، لما شفت التركيبه بتاعته لقيت ان التركيبه بتاعته حاجه روعه. فيها بودرة زعفران، فيها مركبات السيليكون، ودي مهمة جدا جدا علشان الترطيب. فيها فيتامين اي، وطبعا ده مضاد للأكسدة، وفيه حمض الهيرولونيك، ودول كلهم بيساعدوا على النضارة والترطيب والحيوية، وبيدي فعلا إشراقة فورية. تحس ان في لمعة في وشك، في إضاءة في وشك، في تغيير حصل في وشك للأحسن طبعا. وفي زيت الورد كمان، وده برضو بيبقى ملطف ومرطب ومضاد برضو على فكرة للالتهاب. عايزه اقول لكم ان هو فيه فيتامين سي، بس للاسف ان فيتامين سي اللي فيه بتركيز قليل، كنت اتمنى ان هو تركيزه يبقى اعلى من كده عشان حلاوته تكتمل يعني. طبعا كلنا عارفين ان فيتامين سي بيحفز الكولاجين وبيساعد على نضارة البشرة. طيب عايزه اقول لكم كمان ان في مواد مسؤولة عن تكوين صبغة الميلانين، اللي هي المسؤولة عن تفتيح البشرة وعلى اللي هو تجديد الخلايا بتاعة الجلد. طب تعالوا بقى نقولوا الفوائد بتاعته. زي ما قلت لكم هو انا فعلا يعني مرتين بس حسيت ان في نضارة، في ترطيب، في تفتيح. بس عايزه اقول لك طبعا هو مش هيبقى من اول مره او من تاني مره او من اول اسبوع النتيجه اللي انت بتتمنيها، لا انت واظبي عليه وهتلاقي ان شاء الله نتيجته حلوه جدا جدا جدا. طيب عايزه اقول لك كمان ان هو هيساعد كمان في توحيد لون البشره، وهيزيل الاسمرار بتاع الشمس. ملمسه هو وسط، بصوا يعني هو مفتوح، يعني بصوا عايزه اوريه لكم وهو مفتوح، شايفين شكله عامل ازاي؟ تحسي ان هو في اناره كده، في حاجه، في جليتر، في حاجه بتلمع، مش عارفه، فهو خطير بصراحه. اوريه لكم كمان على ايدي، استنوا اهو. ملمسه هو مش اخف حاجه، هو ملمسه وسط، شايفين؟ بدي لمعه، بصوا بصوا الفرق بين الحته دي والحته دي في ايدي، باين اكيد يعني. عايزه اقول لكم ان ملمسه زي ما قلت لكم هو مش اخف حاجه، لا هو ملمسه يعني وسط، مش سوفت قوي، مناسب لكل البشره. بس لو انت عندك حبوب بلاش تستخدميه يعني، ما انصحش بيه بصراحه. طيب عايزه اقول لك هتستخدميه ازاي. هتستخدميه مره كل صباح ومره كل مساء، مره الصبح ومره بالليل. وبعدها طبعا الصبح انت هتحطيه يبقى لازم تحطي فوقيه الكريم بتاع الشمس قبل ما تنزلي. بالليل هتحطيه وبعدين تحطي كريم الترطيب المسائي بتاعك. ده كده كل حاجة عن اللي هو السيرم بتاع بزلاين. تعالوا اقول لكم بقى انا كمان استخدمت ايه معاه. دي انا كنت جايباها من ضمن المشتريات بتاعه الشهر بتاعي،
فعايزاكم بقى تشوفوه. بصوا بقى الغسول بتاعه الحكايه التحفه ده، بصوا مكتوب عليه غسول 5 في 1. عايزه اقول لكم الغسول مش هقول لكم ما يقلش اهميه، لا ده اكثر اهميه من السيرم بصراحه. الغسول احلى كمان من السيرم، انا استخدمته مره واحده بس. عايزه اقول لكم بقى يعني بجد عشان تكملي موضوع الحلاوه بتاعت السيرم بتاع بيزلاين، استخدمي كمان معاه اللي هو الغسول الجديد دوت اللي هو الازرق دوت اللي هو 5 في 1. عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي، التركيبه بتاعته تحفه جدا، يمكن احسن من السيرم زي ما قلت لكم. استخدميه معاه وهتلاقي نتيجه حلوه قوي قوي الاتنين مع بعض. على فكرة هو بينظف البشرة حلو قوي من بكتيريا، من اي ميكروبات، من اي اوساخ موجودة احنا مش شايفينها. وكمان هو يعتبر ماسك وسكراب للبشرة في نفس الوقت. بيشتغل كمان على تقشير الجلد، وكمان بيساعد في تجديد خلايا البشرة، وفي فيتامينات حلوة قوي قوي. طيب عايزه اقول لكم بقى الفيتامينات كمان اللي فيه يعني مش اي فيتامينات، كمان الفيتامينات اللي البشره محتاجاها طول الوقت. عندنا مثلا هتلاقيه بيحتوي على فيتامين سي وفي فيتامين بي، ودول اصلا بيشتغلوا على الاشراقه بتاعه البشره. النتيجه بتاعته هتبان من اول مره فعلا اول ما تستخدميه. وكمان لو انت عندك حبوب هيساعد ان هو يخفي الحبوب ديت. بص اهو كمان مكتوب بالسينامايد في اهو بالنيسيراميد والفيتامين سي. المكونات بتاعته ايه تاني يعني هم دول اللي واضحين بس حلوين جدا. ده مناسب للبشرة الجافة والعادية. وكمان برضو مناسب للبشرة الدهنية. هو بصوا كاتبين لو البشرة الجافة والعادية ده هتستخدميه مرة كغسول زي ما قلت لكم. بصوا حتى مكتوب ان هو غسول وسكراب. ايه تاني بيقشر البشرة، بيساعد في تقشيرها، بس طبعا اهم حاجة ان احنا منحطوش حوالين العين. بالنسبة للبشرة الدهنية برضو هتستخدميه يوميا، برضو هيستخدم كغسول وسكراب مرتين في الاسبوع. بصوا كاتبين مرتين في الاسبوع، يبقى البشرة الدهنية مرتين في الاسبوع، لكن البشرة العادية كل يوم عادي خالص مفيش اي مشكلة. وبكده الفيديو معانا يبقى خلاص انتهى. فيديو بسيط وسريع بس بصراحة من حلاوتهم حبيت ان انا اعمل لكم ريفيو عنهم لانهم حاجات جديدة لسه نازلة حلوة قوي. السعر بتاع دوت كان عامل 440، بس انا لا سوري دوت كان ب720 بعد الخصم. دوت هو اللي كان عامل 440، بس انا جبته ب300 تقريبا حاجة و70 او حاجة و80، كانوا عاملين عليه خصم، فحلو قوي. وبصراحة فقررت كمان ان انا هجيب الميسلر بتاعهم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتستنوني في فيديو جديد.